عليكم، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نوريكم مقتطفات من جولات خفيفة وظريفة في الجزائر العاصمة مع ماما بروكا. كما راكم تشوفوا خرجنا درنا فطور خفيف تاع سد الجوع برك. مع كانت الوجهة تاعنا الاولى اللي هي الحميز ماما بروكا، كانوا خاصينها عفايس الكتروميناجي، وجات تشوف وتدي واش خاصها. هنا دخلنا الحانوت الاول اللي ما شاء الله عنده كل حاجه، بصح واش هي لازمكم كيما تعرفوا دوروا كامل الحوانيت باش تشوفوا لي بري، باسكو كل واحد وكيفاش يبيع ولا بقداش يبيع، ولا دائما تلقوا هذاك لا ديفيرونس بيناتهم تاع 30 ميل 50 ميل 80 ميل حتى ل 100 ميل. كل واحد وكيفاش سيرتو احنا نسا راكم عارفين لازمنا دائما نشوفوا الحوانات ونشوفوا لي بري، نشوفوا لي موديل اللي عندهم، لي مارك اللي عندهم. وهنا خرجنا برا رانا نشوفوا كاع واش كاين. وعذرا كما تعرفوا ما تنجموش تصوروا كلش، مع كان الغاشي شويه وكاع سيرتو لي دام شويه حساسين من التصوير وكاع. نعتذر اللي حكمتها ولا اعتذر منها. كانت الوجهة تاعنا الثانية اللي هي مقام شهيد كما منا راه يبان لكم. دخلنا من الجهة التحتانية، درنا شوية هنايا في هذا المول، درنا جولة خفيفة هكا تاع الطريق برك باش نطلعوا منه، نطلعوا لمقام شهيد. باسكو كيما قلت لكم كيما ما دخلنا في الجهة التحتانية، ما دخلناش في الجهة الفوقانية اللي كيما المقام نيشان. وكانت هذه هي، كانت الجو يسخف يسخف يسخف، يعني ما شاء الله الله كليم. كانت باردة شوية، الحالة مغيمة، علامة ما شاء الله. وكما تعرفوا لازم واحد ساعة على ساعة يخرج يبدل شوية الجو، ينحي على خاطره، سيرتو اللي كانت عنده آه، الامكانيات ولا عنده الوقت ولا باش يخرج ولا باش يفاجئ على روحه، ينحي هذيك الطاقه السلبيه. ولا هي بيان سور ما غاديش تكون تاع كل يوم، ولا بصح واحد كل ما يلقى لوكازيو ماذا به انه ينحي شويه على خاطره وينحي هذيك الطاقه السلبيه. مشي توجور دار 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 دار، يعني بزاف غادي تراكم عليك الطاقه السلبيه وتجيبوها ولا ونجيبوها غير في رواحنا. ومن بعد هذه هي كملنا مع مقام الشهيد، يعني درنا جولة خفيفة. هنا رانا فايتين على صابلات ما دخلناش ليها باسكو ماما كانت شوية مش قادرة تمشي وكانت عيانة بزاف مع اللي الكومبلي وهي تمشي وكاع. لا دوزيام جور كانت الوجهة تاعنا اللي هي ساحة الشهداء. ساحة الشهداء كما تعرفوا لازمكم تروحوا ليها شوية بكري باسكو هي ما طولش وتغلق من 3 ولا 4 هكا، ماكسيمو 4:30 ولا يبداو يغلقوا الحوانت. ولا هنا يدخلنا رانا في البداية مازال في ساحة الشهداء. هنا يا ماما بروكا راهي تتأمل مع جامع كاتشاوا. كانت الحالة عامرة وهنا صعيب شوية باش تخاف على روحك باش تصور، ولا كيما تعرفوا الغاشي منا تخاف يجريسيوك منا. كما راكم تشوفوا وجدتكم الحلويات اللي معشوقة ماما بروكا اللي تموت عليها، تقولي صوري عندك ما تصورش الحلوى، عندك ما تصورش الحلوى. لازم هكا شوية شوية واحد يصور شوية شوية، يعني اللي تقدر عليه. بوغ انا ما قدرتش نصور كلش، يعني مقتطفات برك. يعني ما شاء الله كل شيء جايبينه، وحتى لي بري صافا لاباس بيهم. يعني ما كان حتى حاجه اللي ما تلقوهاش هنايا في ساحه شهداء. لي بري ما شاء الله يعني صافا. ولازمكم كما قلت لكم لازمكم تدوروا وتشوفوا، نشوفوا كامل واش كاين، نشوفوا لي بري، تشوفوا بزاف صوالح. من الكوسميتيك كما راكم تشوفوا الماعن اللي ما كانش حتى مرا ما تسخفش عليهم كي تجي فايته عليهم. ولا
يعني كيما راكم تشوفوا درت مقتطفات برك. يعني كاين بزاف صوالح ما قدرتش نصورهم مع كان الغاشي بزاف وكاع. يعني الحفايس اللي قدرت نصورهم راني نصور فيهم، الحفايس اللي ما نقدرش نصورهم باينه ما نقدرش نصورهم. هنا يجينا روبوزو شويه بعد ما كملنا مساحه الشهداء، درنا تاني فطرنا وكاع، جينا قعدنا هنايا قعدنا نتأملوا شويه. ما كان كما قلت لكم كان الجو شباب. ومن بعدها مشينا لباب الواد، محل قصر مرام اللي جاي في كيتاني اللي اونفاس الجنينه. جاتنا مبروكات يعني تشوفوا واش عندها، باسكو كان بزاف يطلع ليها في اليوتيوب. قلت مادامني جيت لهنايا عفوا منها حج وحاجه نجي ميم هو نشوفه واش عندها، بالك كاش ما تدي عليه ولا سيرتو عجبوها واحد لي سيرفيس وكانت باغيه تدي منهم، ودوماج كي جات لقاتهم كملوا. عنده بزاف صوالح تاني هو ما شاء الله شابين، يعني لي خاصاتك تحتاجيها قولي برك واش خاصك تلقاي عنده ما شاء الله. بعد ما كملنا من باب الواد تاني ما مبروكة، جات نحي هذيك الطاقة السلبية وجات نحي هذاك التعب تاع جواني كامل وكاع. جات البحر تفاجأ على روحها، جات تحكي له ما على باليش واش كانت تحكي له. قلت لها واش كنتي تقولي له؟ ما بغاش تقول لي واش كانت تقول له، راهي تتأمل معاه مسكينة. وكان واحد اللي هو بارد 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 ما شاء الله. ومن بعدها كانت الوجهة تاعنا اللي هي الدار سيبو صاحي طاح الليل طاحت الظلمة، دوكا واحد لازم يدخل للدار ويروبوزي حتى النهار الاخر. كانت الوجهة تاعنا لنهار الاخر كانت لبومرداس. رحنا تاني ندورو شوية في بومرداس. كان نهار جمعة يعني الحوانت برسك كامل مغلوقين. هنايا نديكم معايا تشوفوا شوية البلاد. يعني كل شيء مغلوق براسك كل شيء مغلوق. يعني زعما لو كان جيت تشري عفسة ولا اليوم الجمعة. هنا كاينه واحد الجاردة جينا نريحو فيها، جاية اونفاس البحر، يعني منظر شباب، بلاصة تاني شابة، بلاصة كالم فيها لي فامي، يعني تعيش هديك الجو. هيا واسمها حديقة النصر. يعني فيها غير لي فامي، ما فيهاش لاغريسيون ولا ما شاء الله. يعني حتى الطلة ما شاء الله تسخف. حكمنا طابلة كل واحد وشرب واش بغى، لي جي ولا اتاي ولا قهوة ولا ريحنا سويعة هكا خفيفة. ومن بعد رحنا نمشيو. هنايا كنا هابطين لتحت باش نخرجوا شغل باش نهبطوا لا بلاج. يعني ما شاء الله واحد ساعة على ساعة لازم يخطف هادو السويعات، ولا سيرتو اذا كان في بلاصة يعني ولا في منطقة ساحلية اللي تقد تروح فيها البحر باش تفجي على روحك وباش ناحية تاني هذيك كيما قلت لكم الطاقة السلبية وهذيك الغمة تاع الدار. بالك لا شارج تاني تاع الخدمة تاع الولاد تاع المسؤولية، بزاف صوالح. شوفوا لي السما برك كيفاش راهي مدايره ما شاء الله تبارك الرحمن.
انا خليت ماما مبروكة مع بنتها، وانا رحت ما قدمتش ليه القدام، ولا خليتهم هما يتصوروا يكتبوا وخليتهم. كان هذا هو الشاطئ، ولا هذا هو لابلاج اللي كنا فيه. ومن بعد حنايا تهبطنا من هذيك الجاردة اللي كنا قاعدين فيها، ومن بعد جينا طلعنا من هذه الطلعة. يعني هنا راني مروحة ديجا. كيما كان الحال ظلمت الحالة وجا الليل، وجا وقت المروح، جا وقت الدار، جا وقت الرقاد، باش نحي هذاك التعب تاع لا جورني كامل. بعد ما تعشينا تاني هنا رانا داخل الدار ديجا. ما بقاش لنا بزاف هنايا ونلحقوا للدار. انا كيما لايروبور تاع هواري بومدين، ما بقاش لنا بزاف وندخلوا للدار. وكانت هذه هي اجواء تاع الايام، ولا تاع مقتطفات تاع الجولات اللي درناهم في الايام اللي كنا قاعدين فيهم في العاصمة. ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله يكونوا كنا خفاف وظراف عليكم. وختامها كما قال لك، ختامها مسك. هنا ماما مبروكه المعهد الوطني للعناية الجسدية اللي يدير فيها الحجامة بكل أنواعها، العلاج بالشمع الذهبي، الفوطة النارية كما راكم تشوفوا واش راه كاتب فيها، ويدير حتى الدورات التكوينية. اللي بغات يدير دورة ولا يتصل بالأرقام اللي راهم فيك. ونعم الاستقبال ونعم التعامل. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وشكرا.